من سنة 98 وأنا امرأة عاملة وأنا بشتغل. لما قريت الكتاب ده يعني انبهرت من اللي فيه، وحسيت ان الكتاب ده أنا عايزة أخلصه وارجع تاني أقراه وأخلصه وارجع تاني أقراه، وكأني أحطه كل يوم أقرا فيه. كتاب بعنوان ماستري لروبرت جريني. كتاب ماستري كتاب تحفة، طبقت منه حاجات كتير. أول أكشن هعرضها النهاردة وأنا طبقتها من الكتاب ده كانت اكشن بتقول ان انت learn from masters. واكتشفت ان ده حاجة حصلت لي من سنة 98 من اول ما ابتديت اشتغل، ان انا كنت بتعلم من الماسترز. ربنا يسرني ان انا اشتغل في مدرسة دولية، ووقتها كان الشيرمان او رئيس مجلس ادارة المدرسة هو بالنسبة لي الماستر. تعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا. في الكتاب عرض ان احنا لما نتعلم من حد اكبر مننا بنتعلم منه حاجات كتيرة قوي. مش بس بنتعلم في نطاق الشغل، بنتعلم تصرفاته في المجال الإنساني، بنتعلم إدارته لوقته، بنتعلم إزاي ممكن بيعمل ميتنج، إزاي بيتكلم مع الناس، إزاي بيخاطب الناس المختلفة، إزاي بيقف جنب الناس في أوقات الأزمات، إزاي بيعمل الحرفة بتاعته. وإحنا بنتعلم منه إحنا بنتفرج جامد جدا جدا بدقة هو بيعمل إيه. دي أكشن مهمة جدا إن إحنا نعملها لو إحنا عايزين في يوم من الأيام نتحول في الشغل بتاعنا لماسترز. تاني أكشن طبقتها من كتاب ماستري كانت اكشن حلوه قوي قوي. هو عرضها وقال ان الناس اللي بتوصل لدرجه الماستري في حاجه يعني كانهم تمكن رهيب كده، ما بيوصلوش في ان هم بيركزوا في مجال واحد بس في الحياه، هم بيركزوا في اكتر من مجال. يعني ايه؟ يعني ممكن حد يكون بخلفيه مثلا هندسيه وبعدين يتفوق جدا في الموسيقى، او حد مثلا يكون بخلفيه مثلا دارس علم اجتماع وبعدين يتفوق جدا جدا في التمثيل. وهكذا بقى ممكن حد يكون عنده خلفية تكنولوجية جامدة جدا ويتفوق جدا في الرسم. واتكلم ان الماسترز دي احد الحاجات اللي هم يعني كأنهم متميزين بيها عن اي حد تاني، ان هم بيدمجوا اكتر من ديسيبلين مع بعض. يعني ايه؟ يعني كأنهم بيدمجوا اكتر من مجال مع بعض، وبالتالي بيطلعوا حاجة متميزة جدا جدا محدش تاني يقدر يطلعها زيهم وهم متفردين بيها. لما قريت الكتاب ابتديت افكر بالحاجات المختلفه اللي انا درساها وازاي ممكن ادمجهم مع بعض واطلع منهم حاجه مختلفه، وابتديت اقدم حاجات جديده في شغلي ما كنتش بقدمها قبل كده بعد ما قريت كتاب ماستري. يلا بينا ندمج كذا مجال مع بعض عشان نتحول واحده بواحده لماسترز. تالت اكشن طبقتها من كتاب ماستري كان بيقول فيها ان الواحد يجرب حاجات جديده ويبقى عنده كده الشجاعه انه يجرب. كأنه كده فاتح المعمل بتاع اديسون ويبتدي كده يجرب ويشوف التجربة هتجيب نتيجة عاملة ازاي، وبعدين لما يجرب حاجة ممكن حاجة تصيب وممكن حاجة ما تصيبش. المهم ان هو يفضل يجرب لغاية ما مع التجربة يبتدي يطور نفسه واحدة بواحدة عشان يعرف ايه بالظبط اللي هو متمرس فيه او ايه اللي متميز بيه، وفي نفس الوقت يقدر يحدد ازاي ممكن الحاجة اللي هو متميز بيها دي ممكن تخدم العالم. لما قريت الكتاب ابتديت اجرب حاجات جديدة في شغلي ما كنتش بجربها، حاجات مختلفة، برامج ما كنتش بقدمها، ممكن ورش عمل بتاعت يوم واحد او ممكن برامج 3 ايام، رحلات بشكل مختلف. ابتديت فيها اجرب بعقلية اديسون وكأني فاتحة في شغلي معمل اديسون بغرض التجربة، عشان واحدة بواحدة مع التجربة والممارسة والتعديل والتقييم اتحول بإذن الله الى الناس اللي وصفهم في الكتاب روبرت جريني الماسترز.